السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ ازيكم؟ اخباركم؟ عاملين ايه؟ ربي يوصلكم الفيديو وانتوا في احسن حال. النهارده هنعمل الكوارع وهنعمل احلى شوية رز معاهم، رز بالشعرية مفلفل، بس في تركاية كده بتخلي طعم الرز بصراحة يجنن. سيبي اي حاجة مع الرز، لحوم، كوارع، سمك، بس لا، ما ينفعش الطريقة ديت مع السمك بصراحة. خليكم معايا للآخر، هنشوف هنعمل الرز ازاي. كلنا طبعا بنعرف نعمل الرز، بس في تركاية كده، حاجة بسيطة كده بتخلي طعمه حكاية. احنا مع بعض بقى نكمل الفيديو. طبعا انا غسلت الكوارع دي ونضفتها كويس اوي، شلت اي حاجة مش عاجباني فيها، ونقعتها في مية بخل وليمون وملح وسكر حوالي نص ساعة. ورجعت سخنت مية غليتها وحطيتها عليها كده وحطيتها تغلي غلوتين فيها على النار زي ما انتوا شايفين. وبعد كده عملنا ايه، شلنا الروا ورجعت غسلتها تاني وحطيتها في مية مغلية زي ما انتوا شايفين كده، ومعاها الخضار دون، الطماطم والبصل وقرن فلفل، والبهارات، حبهان وقرفة وفص المستكة وقرنفل وفلفل اسمر. طبعا سبناها بقى على النار تستوي براحتها. خديت عليها النار عشان تاخد راحتها كده، ولعت عليها من بدري، وبصراحة هي ما خدتش نار كتير يعني. المهم هنعمل ايه بقى، هجهز البصل والتخديعة بتاعتها اللي هحطها فيها. معرفش انتوا بتسموها بقى ايه، تخديعة، تقلية، في كل واحد له مسمى. هي البصل وسويته شوية كده زي ما شفتوا، وخليته تسبك كويس قوي، ونزلت الكوارع فيه زي ما انتوا شايفين، وقلبتها كده كويس، سبتها تغلي تاخد مع بعضها كده شوية عشان تشرب منها. بعد كده زي ما انتوا شايفين شلتها حطها في الصينية وهدخلها الفرن، عشان بصراحة الطريقة دي جميلة جدا، خلتها يعني طعمها شربت السوائل كده ومبقاش فيها حاجة. اول حاجة في الرز زي ما انت شفتوا كده حطيت فصين مستكة و3 فصوص حبهان. دي اول حاجة، لسه في حاجة تانية يعني هنشوفها مع بعض في الاخر. هقلب حمرنا الشعرية وهقلب الرز على الشعرية كده زي ما انتوا شايفين، هنقلبه كويس اوي لحد لما يعني يتشرب المية بتاعته. اهم حاجة عندي الرز، واهم حاجة التقليب كويس، اقلب كويس لحد ما ينشف خالص من المية كده. هنحط شوية ملح وهنحط شوية شوربة وشوية مية، يعني مش هحط كل شوربة، واللي مش عايز يحط شوربة براحته، برضو طعم الرز هيبقى كويس. انا قلبت الرز على على النار مع الشعرية كده حوالي 10 دقايق بالظبط. ودي اهم حاجة بقى، يعني مهما كنت حاطة شوربة، مهما كنت حطيتي بهارات مع الرز، انا ما بحطش حاجة غير هي فصين الحبهان والمستكة وبس. بس اهم حاجة تقلبيها 10 دقايق على النار لحد ما ينشف من المية خالص. بتلاقي الريحة طلعت بقى كده، بتشميها، بتحس انك ما بتعمليش رز، بتعملي حاجة حلوة بصراحة. طعمه وريحته بتبقى تجنن، يعني اي حد بيدوق رز عندي يقول ما شاء الله الرز بتاعك جميل، احلى رز. جربوه بطريقتي مش هتندموا، جميل جدا بصراحة يعني. وبيطلع معاكي مفلفل الرز وجميل. ليه؟ الرز بتتغلف بالدهون، الزيت بيغلفها ما تتعجنش منك. طبعا احنا مش هنقول هنحط بقى مية زيادة نقول مش هتتعجن، لا، بس حتى لو المية زادت شوية يعني مش قوي ما يتعجنش منك. شايفين بقى شكل الكوارع جميلة ازاي، وطعمها يجنن بصراحة. الطريقة ديت جميلة يعني. وده الزيتون والليمون المعصفر اللي احنا عاملاه معاكم على القناة. وادي الرز خلاص استوى، وشايفين مفلفل ازاي وجميل، وريحته طالعة جميلة جدا وطعمه يجنن. جربوه بالطريقة دي والله هيعجبكم جدا. ألف هنا وشفا.